السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل تحلية حلوة جدا، كريمي وطبقات بالشكل ده زي ما انتم شايفين. في حلة واحدة هنعمل الطبقات، مش هنحتاج ان احنا نعملها في كذا حاجة، وسهلة جدا وبسيطة مناسبة جدا لحبايبي اللي بيحبوا التحليات السريعة اللي ما بتدخلش الفرن. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. معايا هنا لتر من الحليب بارد، ده حليب بلدي انا غلياه وسبته لما يبرد تماما، وبعدين هحط عليه نص كوباية من السكر. لو عايزة تستخدمي أي نوع حليب براحتك، لو عايزة تضاعفي كمية الحليب للترين طبعا هتضاعفي كمية السكر، والسكر ده على حسب رغبتك. معايا 3 معالق من الدقيق، هقلبهم كويس لغاية ما يفكوا كله مع الحليب، وكل ده من غير ما هشغل النار، كل ده لسه طافية النار. هقلب كله على البارد زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، لسه مش هفتح النار دلوقتي خالص لغاية ما اخلص كل المكونات بتاعتي. وبعدين هحط ظرفين من الفانيليا، لو عندك فانيليا سايلة تبقى حلوة جدا برضو. التحلية بتاعتنا النهاردة سهلة جدا وسريعة، وفي أقل من 5 دقايق إن شاء الله تعمليها، وطعمها تحفة، طعمها جميل جدا إن شاء الله مش هتبطلوا تعملوها. هدوب بقى الفانيليا مع الدقيق، أتأكد إن الدقيق كله داب تماما علشان لما أشغل النار على على اللبن ما يكلكعش مني. دلوقتي هضيف معلقة من الزبدة، ممكن تضيفي معلقة من السمنة البلدي لو حبيتي، أو أي نوع من الزبدة، لكن ما ينفعش خالص إن انت تضيفي زيت. زي ما انتوا شايفين البوتاجاز عندي لسه مطفي، دلوقتي بقى هشغل البوتاجاز وبالمضرب السلك وهقلب على طول لغاية ما المكونات بتاعتي تتقل وتديني القوام الكريمي اللي هوريهولكوا دلوقتي. التحلية اللي احنا هنعملها النهاردة حبايبي مع بعض، من ميزتها ان هي بتقعد وقت طويل جدا في التلاجة، وبعدين ما بتشققش خالص. لو قعدت اكتر من يوم او يومين في التلاجة مش بتشقق، وطعمها بيبقى تحفة، هتعجبكم ان شاء الله. وفي نفس الحلة هنعمل الطبقات، مش هنحتاج ان احنا نعملها في حلة تانية. هفضل اقلب كويس جدا بالشكل ده على نار متوسطة لغاية ما المكونات بتاعتي تتماسك مع بعضها وتغلي وتربط وتديني الفقاقيع اللي هوريها لكم دلوقتي، اللي هتظهر في الجناب عشان اتاكد ان الدقيق بتاعي استوى وما يبقاش طعمه باين في الحاجه الحلوه اللي احنا بنعملها مع بعض. شايفين بالشكل ده لازم تغلي معاكي من الجناب بالشكل ده، اتاكدتي ان الدقيق بتاعي استوى تماما وريحتها بقى في منتهى الجمال. في البولات او في كاسات في اي حاجه عايزه تقدميها هصبها، بس مش هملي البوله بتاعتي لاخرها، يا دوب احط شويه كده من تحت صغيرين. وهوريكم ازاي هنعمل الطبقه التانيه مع بعض في نفس الحله من غير ما نعمل في حاجه تانيه. سهله جدا وبسيطه، وعايزه اقول لكم طعمها تحفه، احلى من المهلبيه بكتير، وفي نفس الوقت كريمي جدا وطعمه. هكمل البولات بتاعتي مش لاخرها، شويه صغيرين كده علشان لسه هحط كمان لون تاني من فوق. دلوقتي معايا قالب شوكولاته سما، شوكولاته سما الخام الدارك، خدت نصه 6 مكعبات. طبعا الحله بتاعتي لسه سخنه، والمقدار بتاعي اللي في الحله لسه طبعا دافي، فالشوكولاته طبعا من الحاجات اللي بتسيح اول ما بتشم النار. على السخونيه بتاعت الحله والسخونيه بتاعت الكريمه بتاعتي اللي احنا عاملينها مع بعض، هدوب الشوكولاته زي ما انتم شايفين نص قالب، النص التاني لسه معايا اهو، هعينه ونعمله في وصفات مع بعض تانية. وفي نفس الحلة عملت الطبقة التانية من المهلبية الكريمة بتاعتنا، او الكريمة اللي عملناها مع بعض، طعمها غني جدا وحلو قوي. هكمل بقى البولات بتاعتي بالطبقة التانية في منتهى السهولة، وفي أقل من 5 دقايق هتكوني مجهزة الحاجة الحلوة بتاعتك النهاردة، وطعمها حلو قوي إن شاء الله تعجبكم جدا. زي ما بقول لكم أحلى من المهلبية، طعمها كريمي جدا، هي عاملة زي مهلبية الحشوات وأحلى كمان بكتير، وشكلها حلو قوي في التقديم، وكمان مناسبة جدا لو عندك عزومات أو ضيوف، سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص. وطعم الشوكولاتة بيديها طعم تحفة، طبعا غير الكاكاو احنا حاطين شوكولاته فبيديها طعم حلو قوي وريحه في منتهى الروعه. طبعا التزيين ده حبيبتي على حسب امكانياتك، انا هحط طبعا شويه جوز هند، بيديها برضو طعم حلو. لو عايزه تحطي مكسرات مجروشه براحتك، اي حاجه في التزيين هتبقى حلوه جدا طالما من ايديكي.
وعملناها في منتهى السهولة في منتهى البساطة، وما كلفتناش ولا وقت ولا مجهود، وبلتر حليب واحد وفي حلة واحدة عملنا أحلى تحلية رمضانية سهلة جدا وبسيطة وطعمها في منتهى الجمال. رشيت كده شوية من جوز الهند في الداير بتاع البولات بتاعتي، وهكتفي ان انا احط في النص عين جمل، فصوص العين جمل كده سليمة، لو عايزة تحطي لوز او بندق براحتك. شكلي يعني كل مرة في رمضان تعملي لهم حاجة حلوة شكليها، مش كل مرة ترشي مكسرات. شكلي ده مرة النهاردة بعين الجمل وجوز الهند، مرة تانية تحطي مكسرات. كل سنة وانتم طيبين. اتمنى النهاردة الحاجة الحلوة اللي عملناها مع بعض تكون عجبتكم، وما تنسوش تضغطوا لايك علشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. واللي ما اشتركش في القناة يشترك وينورني ويفعل زر الجرس لو حابين يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد. واتمنى تجربوا الحاجة الحلوة اللي عملناها مع بعض النهاردة. في حفظ الله، اشوفكم فيديوهات اكتر واكتر.